السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحوال جيدة، ورمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحة والسلامة وكل ما كتمناو في حياتكم. اليوم غنقدم لكم شباكية باللوز، كتجي كتشهي وزوينة وتشبيكة رائعة. كنتمنى تنال إعجابكم بهاد المقادير اللي غنعطيكم، واخا تكونوا أول مرة كتجربوها غادي تنجح لكم من أول تجربة لكم. هاد الشباكية كتجي جد رائعة ومعروفة الشباكية عندنا في المغرب من الضروريات في الطبلة. ندوزو المقادير على بركة الله. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الشباكيه ديالنا: 4 البيضات، عفوا كناخذوا غير الصفار ديالهم، 4 الخمارات وفاني، القرفه، الملحه، معلقه نافع ومعلقه حبه حلاوه، كوزه محكوكه، معلقه ديال السمن، واللوز نص زلافه تقريبا، وكاس ديال الزجلان، كاس ديال الزيت، كاس ديال الزبده، كاس ديال زيت الزيتون، نص كاس ديال الخل، وكاس ديال زيت المائده. كيف قلنا 4 ديال البيضات، 4 الخمارات فاني. كناخذوا اللوز والجزر غنطحنوه كيف عيبان لكم، وما ورد ماء الزهر، عفوا كنت مرطبه فيه ماء زعفران حر، زغبه هانتوما غادي تشوفوه كنت نسيتو، يلا نحطو لكم. بالنسبه لهاد المقادير كيف قلت لكم: 4 ديال البيضات، كناخذوا غير الصفار وكنحتفظوا بالبياض ديالو، 4 الخمارات فانيا، معلقه سمن، معلقه قرفه، معلقه ملحه، مع 2 معالق بين نافع وحبه حلاوه مغربلين بطبيعه الحال. دابا بعد ما طحنا الجلان واللوز كيف كيبان لكم مزيان، مع شويه ديال الكوزه محكوكه، نص كاس ديال الخل، كاس ديال الزبده، كاس ديال زيت الزيتون، وكاس ديال زيت المائده. هذا هو الماء الزهر اللي كنت مرطبه فيه كيف قلت لكم زعفران شعره. بالنسبه دابا غناخذ فاش غادي نخلط، كنحيد المكونات وغادي نحط القصريه ديالي باش نبدا نخلط المكونات ديالي ديال الشباكيه. كناخذ كاس ديال الزيت، الخل، الزبده كيف قلت لكم كاس زبده من نوع جيد، وهاد المقادير مضبوطين. زيت الزيتون الا جربتوها تجيكم هشيشه وزوينه. وهذه ديال اللوز، غلبنا فيها اللوز اكثر من الزنجلان، معلقه كبيره نافع ومعلقه كبيره حبه حلاوه، الملحه، الكوزه حتى هي كنا حاكينها من قبل. دائما هاد المكونات اللي ما طحنوش مزيان كتغرب ليهم، انا مغربلاهم. وبالنسبه للوز والجلان شتي بقيت كنطحن فيهم حتى ولا خرج الزيت ديالهم. القرفه كتجي مذاق زوين، معلقه تقريبا. دابا غندير الصفار ديال 4 البيضات. هاد المقادير اللي عطيتكم كيخلطوا 2 كيلو ديال الدقيق الابيض، معلقه ديال السمن، فانيا حتى هي غادي نديرها دابا، وغادي نخلط المكونات وغنبدا نزيد الدقيق شويه بشويه. ودائما العجينه تكون قاصحه ما تكونش مرخوفه. كنتمنى هذا الفيديو ديال الشباكيه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه بنفس المقادير، والا جربتوه غادي يعجبكم حيت الشباكيه غتجيكم رائعه وهشيشه وزوينه. وإلا عجبكم الفيديو كيف العاده بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء مع التفعيل بالجرس باش دائما يوصلكم الجديد مع شهيوات حنان حفيظ. كنتسنى تعاليقكم. دابا عندنا نخلط في المكونات ديالي ندخلهم في بعضياتهم: البيض، الزيت، الزبده، اللوز، الزجلان، النافع، كلشي كيندمج مع بعضياتو عاده باش كنبدا نزيد في الدقيق ديالي.
دابا غادي نصفي داك الماء الزهر اللي مرطبه فيه شعيرات ديال الزعفران. بالنسبه اللي بغى يزيد اللون كيزيد اما الضويمه ديال الزعفران او ملون غذائي الخرقوم ديال البكيه اللي كنديرو. المهم داكشي اللون كيبقى حسب اختيار. دابا نبدا نزيد في الدقيق مغربلينو من قبل، حتى هو من النوع الجيد كيف قلنا 2 كيلو اللي كيهزوا لي هاد المقادير. دابا غندير الخمارات ديال، انا درت غير خميره الحلوى ما درتش خميره ديال الخبز. ممكن ديري شويه ديال الخميره ديال الخبز او ممكن تخلي غير الخمارات العاديين ديال الحلوى كيف قلنا 4. ودابا غنبدا نجمع في الخليط ديالي والعجينه ديالي نجمع فيها المقادير ندخلها في بعضياتها كيف عيبان لكم. دابا هي تقريبا العجينه بدات كتجمع ولكن باقا مرخوفه كتحتاج دقيق. كندخل الدقيق في المكونات بهذه الطريقه. دائما العجينه كتبقى على حساب كل واحد وطريقته. بالنسبه اللي عنده العجانه راه كيعجن فيها. دابا غنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه معدل كيف كيبان لكم حتى نحصل على العجين اللي انا محتاجه ليها وغنحس بها تحت يدي. غنبقى ندير نفس العمليه حتى كنكمل التليك ديالي وتدخل الدقيق في المكونات ديالي باش تولي هي قاصحه كيف انا محتاجاها. دابا بعد ما دلكناها وخدينا القوام اللي حنا محتاجين ليه عادي نعملوها في كيس بلاستيكي ونحتفظوا به ترتاح ومن بعد عاد نبداو نخدموا بها. كنعملوها كويرات كيف قلت لكم ونديروها في بلاستيكه ونخليوها ترتاح. بلاستيكه حكا تعاون حتى هي العجين ديالنا بحال كتعاودي تدلكيه من اول وجديد. دابا كنبدا نقطع كيف كيبان لكم. كنبقى ندير نفس العمليه حتى نكمل العجين اللي عندي كامل. كنعملو كيف قلت لكم في كيس بلاستيكي نحتفظ به على جنب ونخليها ترتاح حتى الوقت اللي نبدا نخدم فيها. دابا بعد ما درت بعض الكويرات غنحطو في كيس بلاستيكي كيف عيبان لكم في الفيديو وغنكمل العجين ديالي كامل كيف عيبان لكم. ومن بعد من اللي عادي ترتاح غادي نبدا نخدم فيها. دابا بعد ما بديت ورقتها بالدلاك كناخذ هاد القطاعه اللي عندي وممكن تاخذي غير جراره عاديه. غادي عملت ديال 5 ديال القطع عفوا ديال 4 و5 الاشرطه. وغادي تشوفوا الطريقه باش كنشبك ديك القطع باش هاد الجراره نكمل التقطاع. كنحيد دوك البقايا اللي ما عاديش نستعمل اللي نحتفظوا بهم في بلاستيكه كيف عيبان لكم. وغنبدا ندير التشباك ديالي. ودائما التشباك كيكون على حساب كل واحد والطريقه اللي كيفضل. كاين اللي كيبغي الشباكيه اكبر من هذه كاين اللي كيبغي غير قدها. المهم كيف عيبان لكم في الفيديو. عفوا على الصوره ما رديتش ليها البال كيف بانت. شوفوا كيفاش كتكون ملي كنحلها. كندير 2 اشرطه على 2 وهذا بحال 4 2 على 2 والخامسه هي اللي كنتنيها وكنقبطها كيف كيبان لكم في الفيديو بهذه الطريقه مزيان باش ما تحلش. وكنحلها وكنشكلها بهذه الطريقه كتجي زوينه ومحلوله. وكنقبطها من الجناب مزيان باش ما تحلش ليا في القليان. هذا هو الشكل ديالها كيفاش كيبان زوين وصغيوره وكتجي حتى محلوله في سميتو كيف قلت لكم كتجي رائعه هاد الشباكيه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كناخذوا الشريط الاول على الثاني ومن بعد كنشد داك الوحده اللي كتبقى بوحدها عفوا وكنحلها بهذه الطريقه اللي كتبان لكم في الفيديو.
هذا هو الشكل ديالها. كنقبطها من الجناب. نعاود معكم وحده اخرى. انا دابا في الارض باش تبان لكم مزيان. الاولى كنقلبوها، كنديروا الثانيه كنقبطوها حتى هي كيف كيبان لكم بهذه الطريقه، وكنحل الشباكيه ديالي وكنقبطها من الجناب وكنقادها وكنحطها. كنبقى نفس العمليه اللي كندير حتى نكمل هاد العجين اللي عندي كامل. نعود معكم وحده اخرى تشوفوا بهذه الطريقه. طريقه سهله وزوينه وعمليه. نقبطوها مزيان. دائما كنأكد انك تقبطيها مزيان باش ما تحلش ليك. وعاود يعني في الجناب تما نقبطهم مزيان. شوف الشكل ديالها كيفاش كيجي رائع وزوين. وكنعتذر مره اخرى على الطريقه ديال التسجيل، ما رديتش البال، جات ناقصه، سمحوا لي. معدات التصوير على قد الحال. ان شاء الله ناخذ شي حاجه تكون محسن باذن الله. نفس الطريقه كنبقى جوج. كتجي ساهله كيف قلت لكم، غير جربوها ما عاديش ندموا. وكنحلوها كنبقاو نفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله، ومن بعد كندوزو باش نقليوها ملي كنساليو. ثاني كناخذ شريط اخر كنورقو، هذاك كنبقى بنفس الطريقه. كيف قلت لكم كتجي ساهله وشكلها كيجي زوين. شوف كيفاش كيبان لكم. انا عاودت اكثر من وحده باش على الاقل تبان لكم. دابا كناخذ شريط اخر حتى هو نفس الطريقه كنقطعوه وكنبدا نحل فيه شويه. كنحل الاشرطه ديالي عاد باش نحط الاشرطه بجوج على جوج، والثالث اللي غيبقى بوحدو اولا الخامس اللي غيبقى بوحدو كنقبطو من التحت، وحده على الراس مع الراس مع القبيط الجيد باش ما تحلش. وكنشكلها كيف كيبان لكم في الفيديو. كنتمنى الطريقه تعجبكم وتستافدوا منها. عفوا الا سمعتوا شي تشويش، كاين معدات ديال البناء بالقرب من المنزل ديالنا. ودابا بعد ما كملنا الشباكيه تشباك كامل، هذا هو الشكل ديالو. كنخليوها حتى كتنشف وكنبداو نحطوه في الزيت باش يسخن والعسل باش نبداو نقليو، ومن بعد نبداو نديرو في العسل الشباكيه ديالنا كيف غيبان لكم في الفيديو. دابا حطيت العسل، ها هو غنزيد فيه واحد المكون باش تحتفظوا باللمعان ديال الشباكيه ديالنا، معلقه ديال الجليكوز اولا معلقه ونص. عملت العسل ديالي في الطنجره اللي غادي نعسل فيها الشباكيه. كيف قلنا كندير معلقه كبيره اولا معلقه ونص ديال الجليكوز. هاد المعلقه كتجيب واحد اللمعان رائع للشباكيه وكيبقى فيها مع طول المده. كناخذوا الزيت ومن بعد كيبدا نقليو الشباكيه ديالنا، كيكون سخون والعسل كيكون بارد ملي كنبداو نحطو فيه الشباكيه ديالنا. كنتمنى هذا الفيديو كيف قلت لكم يفيدكم. كنبقى ندير نفس العمليه حتى نكملوا. دائما ملي تعمليها
تقلى حلي شويه بالفرشيط الوسط باش تحلك الشباكيه كيف كيبان لك في الصوره. ومن بعد عاد نبدا نحط ملي كطيب كنبداو نحطوها في العسل كيف العاده وكيف اي واحد كيخدم الشباكيه، ماشي شي حاجه اللي جديده. المهم حبيت نشارك معكم غير المقادير، حيت كاين اللي عنده مشكل في المقادير اولا ما كيتحطوش مضبوطين. انا حطيتهم لكم مضبوطين كيف كنخدموهم في الدار حنايا اللي كنستعملوهم حنايا شخصيا، عطيتهم لكم بدون خداع بدون زياده او نقصان. دابا كنبقى حتى كطيب الشباكيه ديالي، من بعد كنحطها في العسل كنزينوها بشويه ديال الزنجلان اولا اللوز ايفيلي. انا زيناه هنا غير بالزنجلان، معروفين به المغاربه كنديروا الزنجلان في الشباكيه. ومن بعد غادي تشوفوا الشكل النهائي ديالو، من بعد ما غادي نكملوا. وبصحتكم وراحتكم كنتمنىكم تنال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا بعد ما ساليناها زيناها حطيناها في صوبيرات اللي غادي نحتفظوا بهم. هذا الطبق اللي حطينا فيه، هذه الشباكيه ديالنا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، كتجي هشيشه وزوينه وكيجي العسل داخل فيها لداخل. وشوف كيفاش كتبان مجعبه وفيها العسل من الداخل كيف قلت لكم، والشكل ديالها صغير وزوين. كنتمنى كيف قلت لكم تنال الاعجاب ديالكم كباقي الفيديوهات اللي كنقدم لكم. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء مع التفعيل بالجرس باش دائما يوصلكم الجديد مع شهيوات حنان حفيظ. في امان الله ورعايته، ورمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر، وكل ما كتمناو في خواطركم. والصحه اهم شيء، والله يرحم موتانا وموتى المسلمين. وصيامنا مقبول لنا ولكم والأمة المسلمة أجمعين. مع السلامة، في أمان الله.